تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. اولا قبل كل شيء كنتمنى من جميع المتتبعين الاوفياء باش انهم يبارطاجيو معنا هذا البث المباشر باش الرساله توصل في اقرب وقت للمسؤولين عن قطاع الصحه بالمغرب والمسؤولين عن قطاع الصحه بالخميسات. يعني بغينا نعرفوا غير هاد الناس هادو واش ما كيحشموش، واش ما كتحشموش، واش الراديو كثر من شهرين وهو خاسر. اليوم كانت واحد حادثه سير خطيره ما بين جماعه ايتيادين وجماعه الخميسات. 18 واحد تقاسوا في هذه الحادثه السير، فاش جاو للمستشفى الاقليمي لقاو الراديو خاسر. عاد غيمشيو من الخميسات حتى لتيفلت. دابا الا بغيتي تجي من اي مدينه او من اي جماعه، تقريبا كاينه 36 جماعه تابعه لهذا الاقليم هذا ديال عماله الخميسات. الا بغيتي تمشي الا بغيتي دير الراديو خص تمشي لتيفلت. الا خسر ديال تيفلت خص تمشي للرباط ديال المستشفى الاقليمي. الراديو ديال المستشفى الاقليمي ازيد من شهرين وهو خاسر. بغينا نعرفوا واش ما كتحشموش، واش نتوما ما كتحشموش المسؤولين عن قطاع الصحه باقليم الخميسات؟ واش ما كتحشموش؟ واش ما بغيتوش توصلوا الرساله؟ واش الرساله وصلت وما سمعوكمش؟ واش الصوت ديالكم ضعيف؟ واش ما عرفتوش تدافعوا؟ اين البرلمانيين؟ 9 ديال البرلمانيين واش ما كاينينش البرلمانيين في هذا الاقليم؟ واش الراديو ما خدامش؟ الراديو ما خدامش في مستشفى اقليمي تابع عليه 36 جماعه. عباد الله ابارطاجيو هادشي، خصو يتبارطاجا، لان غدا النوبه غتجي فيك ولا غتجي في شي واحد كيجيك ولا غتجي في شي واحد اللي كتعرفوا. وهذا السكات هذا هو اللي خلاكم انكم تردوا المستشفى لديك الحاله. الجاج مهرس، الباياس ديال الباياس وقيله من نهار تحل المستشفى. راكم شفتوا الصور اللي تم النشر ديالها مؤخرا في مجموعه من المواقع ديال التواصل والجرائد الالكترونيه. واش ما كتحشموش؟ دخلنا لكم بالله المسؤولين عن قطاع الصحه، واش ما كتحشموش؟ 18 واحد تمت الاصابه ديالو في حادثه السير، جاو للمستشفى الاقليمي لقاو الراديو خاسر. دخلنا عليكم بالله ما قولوا لي واش ماشي التلاعب بارواح المواطنين؟ هذا راه التلاعب بارواح المواطنين. كفى 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 من هاد من مثل هاد الافعال هذه. واش ما بغيتوش تحشموا؟ واش ما بغيتوش تحشموا؟ اللي ما بغاش يخدم يقدم الاستقاله ديالو. ما قديتيش على المسؤوليه، قدم الاستقاله ديالك، سواء كنتي مدير او مندوب او دكتور او كما كنتي بغيتي تكون. ما قديتيش على الخدمه، قدم استقاله، خلي الناس تخدم. او لا سدوا داك السبيطار، سدوه صافي. ما خدامش الراديو غيسدوه. من غيجي 18 واحد في حادثه السير وتبقى عاد تدي الناس من الخميسات حتى لتيفلت باش انهم يديروا الراديو؟ هادشي راه حشومه. راه 36 جماعه تابعه لهذا الاقليم هذا. قسم الانعاش في واحد الوضع اللي هو راه خصكم تجيو تشوفوا هذا الشيء. راه ماشي كنهضروا، راه ما فهمتش انا هذا المستشفى، ما فهمتش انا هذا المستشفى ديال الخميسات اشنو واقع عليه. شنو هو الدور ديال المسؤولين؟ شنو هو الدور ديال المسؤولين عن قطاع الصحه باقليم الخميسات؟ راكم شوهتونا في هذا الاقليم هذا وشوهتونا في هذا البلد العزيز. راه ماشي هذا الشيء هذا اللي كيوصيكم عليه صاحب الجلاله. راه ماشي هذه التوصيات ديال صاحب الجلاله. راه كتلعبوا بالارواح ديال المواطنين. بغيت كلشي بارطاجي معايا هذا البث المباشر، كلشي بارطاجي، لان اليوم كنتكلموا على موضوع كيخص جميع الساكنه ديال اقليم الخميسات. اليوم كنتكلموا على موضوع كيخص ساكنه اقليم الخميسات. واش المستشفى الاقليمي على قدو الراديو ما خدامش؟ قسم الانعاش فيه مشكل في شي حاجه ديال في لي زاباراي فيه. فهمتش انا راديو منين بدا؟ من بدا المستشفى الاقليمي هو داك الراديو فيه. قسم الاشعه ما كيخدمش بالليل، كيخدم غير بنهار. اش هادشي هذا؟ اش هادشي واقع في هذا الاقليم؟ غير فهمونا. هادي راه الصحه د المواطن. راه في الدول الاوروبيه تا كيعالجوك ويساليو عاد كيقولوا لك غتخلص. وهنا راه ما كتجي ماشي غير انت باغي تخلص وفي نفس الوقت
ما كاين شي اللي غيداويك. بركه من التلاعب بارواح المواطنين. الله يجازيكم بخير. بركه من التلاعب بارواح المواطنين. بركه من التلاعب بارواح المواطنين المغاربه. راه 18 الواحد اليوم تصاب في حادثه السير، تم النقل ديالهم صوب المستشفى الاقليمي بالخميسات، لقاو الراديو خاسر. درنا قسم المستعجلات الا جاو غير 18 ولا وقعت عاوتاني حادثه السير اخرى، شنو فين غنوليو؟ يعني هاد الناس هادو هادو ماشي رعايا صاحب الجلاله، هادو اللي غتخليهم بلا راديو ومكرفسين بحال هكا في ثاني اكبر اقليم. شو حنا راه دائما تنقولوا تنتكلموا بحرقه وكتهزنا الغير على هذا الاقليم هذا، ودائما تحت الشعار الخالد الله الوطن الملك. وتيقول لكم صاحب الجلاله في الخطابات ديالو اللي بغى يخدم مرحبا، اللي ما بغاش يحط الصوار تيمشي في حالته. المغرب تبارك الله كبير. واش نتوما خصكم ضروري كلشي تبقاو محظيين ما تخدموش؟ ما كتعرفوش بينكم وبين الله؟ واش ما كتعرفوش بينكم وبين الله؟ واش ما كتحشموش؟ دخنا عليكم بالله، واش ما كتحشموش؟ راه كنتكلموا اليوم على معضله، على موضوع اللي كيهم ساكنه الاقليم، موضوع كيهم ساكنه الاقليم، موضوع ديال قطاع الصحه. قطاع الصحه جد متدهور باقليم الخميسات. حنا كننتظروا بفارغ الصبر باش انه يكمل المستشفى المتعدد التخصصات باش يخفف العبء على المستشفى الاقليمي، او لا يسدوا داك المستشفى الاقليمي. اليوم كنشوفوا بان المستشفى الاقليمي ما فيه حتى شي حاجه خدامه. من غادي الراديو شهرين وهو ازيد من شهرين وهو ما خدامش. فهذا التلاعب بارواح المواطنين. السياسيين مؤخرا، انت اخويا مقيم في الديار الالمانيه ياك؟ مؤخرا مشينا انا وياك للمستشفى الاقليمي زياره، مشينا مع واحد السيده كانت عندها لا طونسيون وداك الشيء ياك؟ نعم. مشينا معها في سبيل الله. كيفاش جاك المستشفى الاقليمي وراك شتي مجموعه من الصور اللي تم النشر ديالها في مواقع التواصل؟ كيفاش جاك المستشفى الاقليمي؟ السلام عليكم. حنا ما نقولكش قارنوا مع الديار الالمانيه. لا 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 لا، حنا عطينا غير الراي ديالك في المستشفى الاقليمي بالخميسات. هي حاله المستشفى الاقليمي بمدينه الخميسات او اقليم هي حاله يرثى لها. انه باش كتدخل داك قسم المستعجلات وكتشوف، انا نبدا لكم من الاول، كتشوف دوك البياصات عباد الله. واش البياصات فيهم الدم تاع الناس باقي واحد التلوث، واحد المصيبه كحله، بمعنى اصح مصيبه كحله. راه نورمالمون خص معاقبه. شي غير دوك الصور اللي كانوا تنشروا، نورمالمون خص معاقبه المسؤول الاول على الصحه في مدينه الخميسات. كيف يعقل انك نتايا السيد المندوب او المسؤول ولا المدير انك كتشوف ديك الحاله وكتسد فمك؟ بغينا تبرر لنا كيفاش كيف يعقل صاحبي؟ واش داك الباياس كيدير هذاك اللي نشرناه؟ وبغينا حتى لك انت درتي رابور او لا درتي شي تقرير، اشنا هو الدور ديال هذه الوزاره هذه؟ الدور ديال وزاره الصحه. شوف اسمعني، هذا خلي الراديو ما خدامش. شنو والمشكله اللي كيحبس لي عقلي فيها خوتي، هي انه شي واحد مثلا مريض في المعازيز ولا في والماس ولا في تيداس، كيقولوا ليه سير المستشفى الاقليمي بمدينه الخميسات، كيجيبوا لابيناس حتى الخميسات، كيدخل الخميسات كيقولوا ليه نتايا حنا ما عندنا والو، سير الرباط. واش عارفين بان هذاك المريض اللي جبتوه نتوما من والماس ولا المعازيز ولا من تيداس بانه في حاله خطيره الدقيقه او الثانيه محسوبه عليه من حياته، باش تجيبوه نتوما بالتكاليف من ماله الخاص، تجيبوه من والماس ولا من المعازيز وتجيبوه للخميسات ويدخل ويقولوا ليه لا حقا ما حقا سير الرباط. واش هادشي ديال الحماقه؟ على من كتحماقوا دابا نتوما؟ على من كتحماقوا؟ كتقولوا ليه موت في الطريق، صيفطوه من تما، صيفطوه للرباط ولا صيفطوه لما نعرف فين، ولا صيفطوه للقبور، ولا صافي تخلصوا منه نتوما في خطره كاع. كيف يعقل ان مستشفى اقليمي فيه طبيب ديال العظم واحد قدم استقالات، تقبلات الاستقاله؟ ما فهمناش حنا واش كاين الخصاص؟ عندنا خصاص اصاحبي، خصنا دكاتره. علاش غتقبل الاستقاله ديال الدكاتره اللي كيقدموا الاستقاله تاعهم من هذا المستشفى هذا؟ وحنا في امس اجل
مس حاجه لا بغى يستقل الذكاء لا يستقل، ولكن من الاول ما يدخلش السياسيين، ما يدخلش المستشفى اقليمي ويخلينا الخصاص في مستشفى اقليمي ويقدم استقاله ويقبلوها له. شوف ما خصهاش تقبل اخويا ياسين، ولا غتقبل خص يجيبوا شي واحد اخر بلاصتو. ما يخليوش الناس والمرضى كتسنى. خصنا تدخل تاع المسؤولين الكبار. تنتوما السكينه تنتوما كتحملوا المسؤوليه. حنا راه كنتكلموا وانتوما كتحملوا المسؤوليه، لان راه ماشي غير بوحدنا اللي مسؤولين، الكل مسؤول. من راى منكم منكرا فليغيره. اقل حاجه تقدر ديرها هي تبارطاجي هذا اللايف هذا. لا والو اقل حاجه هذه، اقل حاجه. ما تعولش عليه. نورمالمون خصو يوصل للجهات المسؤوله، فهمتي، ولا في الرباط ولا هذا. اما اللي كيبان لي ان هنايا في الخميسات المسؤول ما عرفوش مغلوب على امره ولا كيستحمر عباد الله، ولا ما فهمتش انايا مازال لحد الان ما فهمتش شنو هو الدور تاعو كمسؤول على الصحه. هذيك راه مسؤوليه السيد المندوب، راه مسؤوليه على العاتق تاعك، فهمتيني ولا؟ انا ما نقدرش نتحمل ديك المسؤوليه ونشوف عباد الله كتموت، ونشوف ديك لي زيرجونس، ندخل ديك قاعه الاستقبال اللي كيجي لها واحد الانسان، مستعجلات اللي كيجي لها واحد الانسان في حاله خطيره، ونشوف ديك الحاله تاع البياصات كيف دم التخ والوسخ الاوساخ والفاصمه طايحين، الروائح الكريهه راه كيما قلت لك اخويا كريم، هي المشكل، وراه مشكل كبير اصاحبي. راه حنا نقولوا خميسات كنصيفطوه للرباط، نقولوا وراه الناس راه ديك النهار السيد جاي صاحبي من والمات، جاي الله حطاتو لابينانس، دخل قالوا ليه لا وسير للرباط. وانتم عارفين ما كاين والو، وصيفطوه مسكين من والمات، صيفطوه للرباط ديريكت. شحال من صفقات دارت من اجل يعني شحال من صفقات لونسات، شحال من مارشي الادويه وزيد فين هو هذا؟ حنا ما تنتهموا حتى شي واحد، ولكن السؤال ديالنا حنا تنسولوا علاش الراديو خاسر وعلاش يخسر وعلاش دائما كيخسر. انا اخاك كيقولك سير شري البرا، واش انت جاي في الخطر خصك تدق البرا؟ كيقولك لا سير جيب لي البرا. كيفاش التعامل؟ عاد نمشي للفرماسيان نجيب البرا. حنا زعما راه دوله مسلمه صافي. كيفاش اخويا ياسين كيتعاملوا مع المرضى في الدول الاوروبيه ملي كتجي مريض؟ لا باش كيتعاملوا معاك والله، لا ما واش كتخلص قبل ما تداوى ولا تكداوى عاد كتخلص؟ وانت هنا باغي تخلص وما كداواش. مشكله. راه واقع مرير، واقع قطاع الصحه باقليم الخميسات راه واقع مرير. ما فهمتش انا وراه السكينه كتكرفص. واش المسؤولين على الصحه في مدينه الخميس واش ما كيمشيوش ما كيجيبش شي دوره في الليل تما لديك القسم المستعجلات؟ انا نهضر لكم على داك الوسخ وديك الزباله اللي كاينه، الزباله حاشا وجهكم اخوتي، الزباله الدم والفاصمات والبايص من الطليب، الفاصمات، واحد الحاله وحنا مقبلين على تنظيم تظاهره كبرى، فهمتي ولا؟ المغرب راه كيقطع اشواط كبيره تحت القياده تاع السده العليا محمد السادس. il peut pas être partout الملك، ما يقدرش يكون بارتو، خص نتوما تخدموا. هو ما داش يقدر يجي الخميسات يشوف لكم السبيطار راه كيعينكم، خصكم ديروا خدمتكم، فهمتيني؟ خصكم ديروا لو كونترول. ولا ما قديتوش ديروا خدمتكم، قدم استقاله، سير بحالك اصاحبي، سير حل العياده ولا سير دير شي حاجه، قدم استقاله. ما قادش على المسؤوليه، سدوا داك المستشفى ومشيو الناس ديريكتومون يبقاو يتعالجوا في الرباط، لان الرباط فيها مستشفى على الاقل كداوى تما. صافي ديريكت، صافي بلا يمشي، صافي سدوا هذا المستشفى هذا اللي عندنا. هذوك كيصيفطوا من الضواحي تاعهم، يصيفطوهم نيشان. هذا نداء للمسؤولين على دوك المستوصفات في والماس، المعازيز، تيداس، لي ريجيون ايتي، صيفطوا الناس ديريكت للرباط. علاش غادي تجيبوه مسكين؟ علاش تجيبوه؟ راه حتى لومبيلونس كتخلصها، راه كيخلصها مسكين، كيخلصها من والماس ولا من المعازيز حتى للخميسات، يلاه كيوصل كيجي نقطه كيقول لي ورا الراديو ولا كيقول لي سير للرباط. ويمشي اخويا من الرباط، انا نيشان تما. علاش غنجي تما وانا في حاله خطيره باش تقول لي انت يا سير عاوتاني للرباط؟ واش هادشي اللي كيدخل للعقل؟ راه حياه الانسان، هذيك حياه اشخاص، هذا تلاعب بارواح المواطنين، هذا تلاعب و18 واحد. انا الوالد تاعي مات في الطريق حيت لومبيلونس ما فيهاش الاكسجين. الوالده تاعتي كتعاود ليا كتقول لي بان الاكسجين سالنا في الطريق وكان غادي للكلينيك.
فهمتيني، ولا مشى غير في حاله مستعجله، مشى للسبيطار باش انه يمشي، وكان غادي الكلينيك للرباط، ولكن ديك لومبيلونس تقاضى ليها الاكسجين. راه غياب التنظيم كتخلصوا الفلوس، راه ما كتمشيش لومبيلونس فابور، راه الا ما عندكش الفلوس باش تحرك لومبيلونس راه تبقى تموت تما. هذا غياب التنظيم. هاد لي زومبيلونس خصهم يتراقبوا. هاد الراديو هذا علاش ما يخدمش؟ واش حكا وخصك باش كتجيك لومبيلونس على الجماعه وخصك توقف في الستاسيون دير راه عندي واحد التصويره تاع واحد لومبيلونس والله الا مت بالضحك في الخرجه تاع الخميسه تاع اللوطوروت، لومبيلونس شاعله لي جيغوفار طيق وداي حاله خطيره، وقفت قال لك عاد في البومبا باش دير المازوط كريم. ودابا حاله مستعجله. وشعل لي جيغوفار، كون غير ما تشعلش دوك لي جيغوفار غير خليك وكاك واقف عاد هو عنده الوقت باش يديرها، بعدا غير تكون عامره غير بالمازوط، واخا يخلصوا الناس راه كتخلص 600 درهم، كتخلص 700 درهم، وهذا باش انها تمشي في لومبيلونس، وعلى الاقل غير تكون عامره بالمازوط. ثانيه غاك عاد وقف وساعه هذاك سميتو وكاك وقف عاد كيدير المازوط وكيخلص هذاك باش ياخذ لوطوريت. واش دابا هادي واش الضحكه هادي يا كريم؟ حنا من خلال هذا البث المباشر حاولنا اننا نوجهوا الرساله ديالنا بخصوص ما يقع في قطاع الصحه، وكنتمناو من جميع الفعاليات ديال المجتمع المدني والمواطنين اللي عنده شي وسيله يقدر يوصل بها الصوت ديال داك المستشفى الاقليمي يتوكل على الله وما تخافوش. هذا راه قطاع الصحه، راه عندك الحق في الصحه والحق في السكن. حنا ما كنتهمو حتى شي واحد بانه سرق او انه حنا كنهضروا وكنقولوا بان راه حقيقه المستشفى ما خدامش، الراديو ما خدامش، قسم الانعاش ما خدامش، مستشفى على قدو ما خدامش. وتحيه كبيره لدوك الناس ديال السيكوريتي، لانهم غير هما اللي كاينين تما، غير هما مساكين اللي كاينين تما وكيتعاملوا مع الناس حشمانين هما في بلاصه، والله الا كيحشموا مساكن شي مرات. لا حول ولا قوه الا بالله. في نهايه هذا البث المباشر كنتمنى من الجميع باش انه يتجند، لان الصحه في الاقليم راه رساله للمنتخبين، رساله للمواطنين قبل المنتخبين، حتى البرنامجيين هذوك البرنامجيين اللي عندنا حنايا. شنو هو الدور تاعهم باش ما توجهوش اسئله في البرنامج؟ واش انت مشيت للبرنامج باش تلبس ليا كوستيم ولا تلبس ليا جلابه وتمشي تريح ولا ما عجبتكش تكون برنامج علمتينا ولا نتقعد؟ البرنامجيين الربعه اللي عندنا الطرافه علمتينا 9 والطرافه علمتينا ولا سيروا تقعدوا، ما نبغوش نشوفوا وجهكم. الاستحقاقات الجايه هي 1000 راه ما درتو والو حتى حاجه، لا جامعه لا سبيطار حتى حاجه ما جبتوها حتى حاجه. ممثل الخميسات في الجهه ما درتي حتى حاجه، ممثل الخميسات في الجهه حتى انت ما درتي والو. الراديو ما خدامش في عمائق في مستشفى اقليم الخميسات عماله وثاني اكبر اقليم مستشفى فيه الراديو ما خدامش. اللهم اني قد بلغت فاشهد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشوف شي وحدين راه كيكتبوا تحياتي خويا امين، تحيه لجميع المتتبعين اللي شاركوا معنا في هذا البث المباشر. لي كومونتير تبارك الله عليكم. تحيه زموريه، تحيه خميسيه، تحيه لجميع الاحرار والحرائر. نتمنوا انكم تساهموا في نشر بغينا تدخل الجهات المختصه في عجاله، وبغينا ان كونترول داك السبيطار ماشي من هنايا مسمينو، بغينا ان كونترول من الرباط يجي يشوف ديك الحاله على غفله تاع المستعجلات في مدينه الخميسات. كلشي السياسيين كلشي تخبارهم فهمتي، ولا انسبكسيون ما كتجيش. انا بغينا شي حاجه حنا راه ما بغينا شي حاجه عند كريم العمري، راه كاينه واحد التصويره جميع الجرائد ناشرين كتوثق دوك المستعجلات وديك الحاله اللي عليها الاسره وديك الحاله اللي عليها المستعجلات بالدمايات وبالفضيحه الكحله. اون فام دو ميناج ما عندهمش اصاحبي، يمكن كاينه الفام دو ميناج ولكن ما شفت اخويا والو. انايا ديك الحاله ما فهمت والو انايا. المهم الاخوان تحيه لكم وتحيه للجميع، ونتمنى انكم تبارطاجيو معنا هذا البث المباشر لان فيه رساله واضحه وبصوت واضح. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.